في ستات كتير مننا لما بيتجوزوا او يدخلوا في دوامة الشغل والعيال ودروس العيال والمسؤوليات والزوج بينسوا نفسهم تماما، وتفضل تجري تجري ورا كل حاجة في حياتها الا راحتها. تبص في المراية بعد سنين وتقول لنفسها: هي دي انا؟ مين دي؟ بتستغرب نفسها لما بتبص لنفسها في المراية. فين البنت اللي كانت وتقعد تفتكر الذكريات القديمة اللي كانت بتهتم في الوقت ده، كانت بتهتم بنفسها وبشكلها وبرونقها كده وبملابسها وبتسريحة شعرها وببشرتها. فين البريق؟ فين الاهتمام؟ خلاص ما بقاش فيه اهتمام ولا فيه بريق. قبل ما ابدأ الحلقة النهاردة عايزة اقولك حاجة مهمة قوي لازم تعرفيها: مفيش وقت اسمه فات الاوان، ومفيش حاجة اسمها انا خلاص كبرت، اصلا انا عديت ال35 او عديت ال45. لا لا لا، ده انا داخله في ال50. مفيش الكلام ده. الاهتمام بالنفس مش رفاهيه، ده حب ذات، وده اللي هيرجع لك طاقتك من جديد وانوثتك وثقتك بنفسك. حبيبه قلبي، اول خطوه هبداها معاكي النهارده في حلقتنا، هتبدأي بحاجه صغيره. مش لازم تغيري حياتك ككل في مره واحده او في يوم واحد، مستحيل ده يحصل. هقولك ابدأي بحاجه بسيطه. ابدأي يومك الصبح اول ما تصحي من النوم بكوبايه ميه على الريق، كوبايه كبيره كده حلوه، اشربيها على الريق. ويا ريت ما تنسيش بقيه اليوم بشويه ميه، يعني انت رايحه وانت جايه كده في ايديك ازازه الميه. مثلا هتنهي يومك ببشرتك بروتين بسيط جدا لبشرتك قبل ما تنامي. اي نوع غسول من اللي انت كنت بتجيبيه او اللي انت تعرفيه، حاجه يكون سعرها مناسب ليكي وتستخدميها، وتحطي اي مرطب خفيف كده لبشرتك. اي نوع برفان خفيف كده يعني يكون ناعم ورقيق كده على جسمك وريحته هاديه، استخدميه وحطي منه وغيري الملابس بتاعتك قبل النوم اللي انت قعدتي بيهم طول النهار عم مدعوكه في المطبخ وبتعملي مواعين وبتغسلي غسيل ومش عارفه بتنشري ايه وبتعملي اكل وريحه البصل وريحه الثوم. كل ده احنا هنغير الملابس دي خالص، علشان احنا خلاص دخلنا في الليل، احنا هننام. لازم تحسي بالراحه. خدي دش سريع كده مع لمسه خفيفه قوي كده من البرفان. اي نوع برفيوم عندك بتحبيه حطيه. خدي بالك ان الحاجات البسيطه دي هتديكي احساس انك حلوه، هتبقي مبسوطه بنفسك، والكلام ده انا هعمله علشان نفسي مش علشان حد. تاني خطوه بقى هي لبسك في البيت طول اليوم. اللبس اللي انت كنت لابساه طول اليوم ده مش بالضرورة ان يكون لبس شكله مش حلو، ترنج او عباية او جلبية او اي حاجة عندك قديمة او مهربدة او مقطوعة مثلا، او قديمة بقالها سنين عندك لمجرد ان انت بترتاحي فيها فانت لابساها طول الوقت. لا، حاولي على قد ما تقدري تهتم بلبسك طول اليوم، يعني في اليوم بتكوني لابسة حاجة كويسة وشكلها حلو. ولازم تتعلمي وتعرفي انك مش لازم تكوني خارجة علشان تهتمي بنفسك. غيري الترنج اللي انتي لابساه بقاله 3-4 ايام ده، غيريه. اعملي لنفسك كل يوم غيار، بتلبسيه طول النهار وبالليل بتغيريه. حاولي تلبسي حاجة تكون شكلها حلو، الوان فاتحة، حاجة بتليق عليكي تخلي جوزك وولادك يشوفوا ست جميلة ومبهجة. تالت حاجة اللي هي تالت خطوة معانا، الكلمة الحلوة لنفسك. اوعي تنسي نفسك من الكلام الحلو. ما تستنيش حد يقولك انت حلوة، قوليها لنفسك كل يوم. اكتبي لنفسك رسالة، والله بتكلم بجد مش تهريج ولا كلام مرسل وخلاص، لا. فكري في نفسك قبل ما تفكري في اي حد. افتكري انك تعبتي وعديتي بمراحل وحاجات كتير في حياتك وانتي برضو لسه واقفة على رجلك. افتكري انك قوية وقولي لنفسك الكلام ده: انا قوية وجدعة واستاهل كل خير، واستاهل ان اكون احسن من كده وفي وضع وفي حال افضل من اللي انا عليه. رابع حاجة، تنظيم الوقت. نظمي وقتك، خلي لنفسك وقت معين، ولنفترض 10 دقايق الصبح. اما تصحي من النوم الصبح اعملي لنفسك فنجان قهوة، وقفي بيه في البلكونه كده، على سور البلكونه، تقعدي كده على كرسي. حاجه انتي بتحبي تشربيها، مش ضروري القهوه، بتحبي تشربي ايه الصبح اشربيه، واقعدي مع نفسك كده شويه صغيرين. اسرحي مع نفسك، مش بالضروره تمسكي موبايل، مش بالضروره تكوني بتكلمي حد. اسرحي مع نفسك وفكري انتي عايزه تعملي ايه، وترتبي افكارك لنفسك مش لاي حاجه تانية في البيت. سجادة الصلاة وذكر الله، الحاجات البسيطة دي أهم حاجة في يومك. بلاش تقعدي في البلكونة أو تشربي قهوة، اقعدي على سجادة الصلاة، اذكري الله. خلاص خلصتي صلاة الصبح، مع نفسك كده 5 دقايق 10 دقايق تسبيح.
حاجات صغيرة بس هتفرق جدا معاكي وهتفرق في طاقتك النفسية وهتعود عليكي بالإيجاب. عايزة أقولك والله إن الاهتمام بالنفس مش مجرد شكل ولا ميك اب، مش مجرد حاجات كده بتتغير في شكلي وبس، لا أنا لازم أحسه. تغييري لازم أحسه من الداخل. التغيير والاهتمام بالنفس دوت إحساسك إنك غالية وإنك تستاهلي تعيشي حياة مريحة وسعيدة. ابدأي النهاردة بخطوة صغيرة، هتكتشفي نفسك من جديد، وبعد فترة كده هتلاقي نفسك رجعتي لنفسك ورجعتي لحلاوتك ورجعتي للنسخة الناضجة منك وأجمل وأقوى بكتير من ما كانت عليها. حبيبة قلبي، زي ما قلتلك في بداية الفيديو 3-4 خطوات هتمشي عليهم، حاجات بسيطة جدا ترجعي نفسك لنفسك من جديد، هتهتمي بنفسك من اول وجديد. ولو حتى امكانياتك بسيطة ومش معاكي منتجات غالية ولا معاكي ماديات عالية، هتلاقي خطوات بسيطة جدا وروتين لنفسك تعمليه اسبوعي او روتين شهري هيخليكي دايما متألقة. وازاي هتقدري تبدأي رحلة اهتمامك بنفسك من جديد ومن غير ما تصرفي كتير. حاولي تحسي بنفسك وبجمالها، حاولي تحسي ببهجة جوه نفسك، ما تستنيش مناسبة علشان تفتكري نفسك فيها، وقولي لنفسك ان انت تستاهلي تهتمي بنفسك، مش علشان حد ومش علشان خارجة ولا في مناسبة انا رايحة لها فههتم بنفسي او بشكلي او بهيئتي. وارجعي عودي نفسك من جديد على روتين العناية اليومية والاسبوعية والشهرية. لازم يكون لنفسك اهتمام وروتين من اول ما تصحي لحد ما تنامي. وصدقيني حبيبتي، الروتين البسيط اليومي اللي هتعمليه لنفسك يومي او اسبوعي او شهري مش هياخد منك وقت طويل ولا اي حاجة، هو هيصحصحك ويفوقك ويخليكي تحبي نفسك وترجعي لنفسك من جديد. ممكن تاخدي روتينك اليومي او روتينك الاسبوعي دوت الصبح، اول ما اصحي بدري ساعة ولا نص ساعة قبل اولادك او قبل زوجك ما يروح شغله. حاولي تاخدي الروتين ده لنفسك الصبح، اتعودي تعملي حاجة لنفسك الصبح. ولو انت موظفة بتشتغلي ومضطرة تنزلي فلازم طبعا هتقومي قبل الكل علشان لو هتحضري ليهم اي حاجة. ابدأي بنفسك برضو الصبح علشان ده هيفرق معاكي كتير جدا وهيفرق في نفسيتك. احنا ساعات كتير لما بنيجي نصحى الصبح بنحس ان بكسل ومش عايزين نقوم، اقول ايه نص ساعة كمان بس ارتاح فيها، لكن للأسف والله صدقيني النص ساعة دي لو صحيتيها بدري قبل الكل هتفرق معاكي جدا وهتوفر معاكي وقت كبير. النوم في الصبح دوت مش افضل حاجة زي ما انت تنامي بدري بالليل علشان تقدري تصحي بدري. صدقيني الساعة اللي هتصحيها بدري قبل اي حد في البيت هتجني ثمارها طول اليوم، لان طول ما دماغك مشوشة ومضغوطة وعليكي مسؤوليات وبتفكري في حاجات كتير عمري ما هتحسي بالراحة. امتى هتحسي بالراحة؟ لما تبدأي يومك صح، لما تحسسي جسمك وعقلك ان هما مش مهمشين، هتلاقي نفسك رقتي وحاسة بالروقان والراحة والهدوء. وعلشان كده حبيبتي لازم تعملي لنفسك خطة وتعملي لنفسك خطوات تمشي عليها، او حتى جدول تكتبيه وتمشي عليه تكون واضحة ليكي وفهماها وتقدري تمشي عليها. ما تكتبيش كلام وخلاص، يعني اللي انت هتكتبيه تقدري تنفذيه، بمعنى اللي انا هكتبه هو اللي انا عايزة اعمله واللي هقدر فعلا اعمله اكتبه. تمام؟ حاجة بسيطة كده لنفسك اعمليها يومية واسبوعية وشهرية. خلي نفسك ساعة ثابتة في الأسبوع تعملي لنفسك فيها اللي هو الروتين الأسبوعي، زي مثلا اهتمامك ببشرتك وشعرك، تعملي ماسكات، تعملي سكراب خفيف، ترجعي تحسي فيه إنك متجددة. وكمان خصصي يوم واحد في الشهر للتنظيف العميق لجسمك كله، زي ما بننظف بيوتنا كده تنظيف عميق لازم ننظف جسمنا ونرتبه. الخطوات دي هتدي لنفسك إحساس بالانتعاش ولازم تلتزمي بيها علشان اهتمامك بنفسك ده هيكون عادة سهلة ومستمرة، مش لازم تكون مرتبطة بمناسبة ولا بوقت معين. وما تنسيش من ضمن الحاجة اللي هتهتمي بيها لنفسك ايديكي وضوافرك، دي حاجة مهمة جدا. مش هتبقى البشرة والجسم والشعر، لكن ايدينا دي بره القصة، ولا كعوب رجلنا دي بره قصة الاهتمامات، لا دي حاجة مهمة جدا. وعايزه اقولك ان اهتمامك بنفسك ده مش رفاهيه، دي اساسيات لازم تمشي عليها، لانها فعلا هتفرق معاكي جدا في نفسيتك وهتفرق على طاقتك الايجابيه، هتخلي طاقتك دايما مرتفعه. وفي نهايه الحلقه النهارده لو انت بتحبي النوع ده من الفيديوهات تابعيني واستنيني في حلقات جايه كتير هنتكلم فيها سوا كتير، وهنتعلم ازاي تكوني سعيدة وتكوني ست بيت ممتازة وتكوني شايفة مصلحتك مع نفسك، وازاي تعيشي حياة فيها حب وهدوء وطاقة حلوة ليكي ولبيتك ولزوجك ولأولادك.
ولو الفيديو عجبك ياريت متنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من حلقاتي اللي هنزلها. ولو حسيتي ان الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لك وعجبك، ياريت تشجعيني بكلمه حلوه في الكومنتات، وشاركي الفيديو مع اصحابك واخواتك علشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.